ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا علامة السكت في المصحف. علامة السكت في المصحف كما نرى هو وضع حرف السين فوق الكلمة المسكوت عليها. فانظروا إلى يمين اللوحة عند المجهر، نجد قوله تعالى: وقيل من راق. ففوق كلمة من هناك حرف سين معناها سكت، يعني اسكت على هذه الكلمة، اسكت على هذه الكلمة. نرى تعريف السكت. علامة السكت في المصحف وضع سين صغيرة فوق الحرف الأخير من بعض الكلمات يدل على السكت على تلك الكلمة حالة وصلها بما بعدها سكتة يسيرة دون زمن التنفس. وقد ورد ذلك عن حفص من طريق الشاطبية على 4 كلمات تبينها اللوحة التالية. نرى اللوحة التالية. أولا على الألف من قوله تعالى في سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. ويجوز للقارئ أيضا أن يقف على عوجا لأنها رأس آية. إذن أيها الإخوة، ليس من الضروري عندما نقرأ في سورة الكهف أن نسكت على عوجا. إن أردنا أن نقف ونتنفس فلنا ذلك لأنها رأس آية. لكن إن أحببنا أن نصل هذه الآية بالتي بعدها فنصل كلمة عوجا بقيمة، عندئذ برواية حفص من طريق الشاطبي لابد من سكتة لطيفة هكذا: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. السكتة الثانية على ألف مرقدنا من قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في سورة ياسين الآية 52. الآية 52. إذن هؤلاء الذين بعثهم الله يوم القيامة يستغربون وتأخذهم الدهشة فيقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم ينتبهون لما يجري حولهم ويستوعبون ويتذكرون كلام الأنبياء عليهم السلام فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أو أن الملائكة الموجودين حولهم يقولون لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المهم نسكت على ألف مرقدنا إن وصلنا. أما إن أحببنا أن نقف فلا مانع. لاحظوا بأن ألف مرقدنا عليها علامتان: علامة قلة وعلامة سين. أما علامة قلة معناها يجوز الوصل والوقف أولى، أن نقول هكذا: من بعثنا من مرقدنا، ونقف ونتنفس ثم نقول: هذا ما وعد الرحمن. هذا صحيح. وإن أحب الإنسان أن يصل من مرقدنا مع ما بعدها فيسكت قليلا هكذا: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. لذلك نرى على اللوحة: ويجوز للقارئ أيضا أن يقف على من مرقدنا لتمام المعنى عنده. السكتة الثالثة نراها على النون من قوله تعالى: وقيل من راق في سورة القيامة. أيضا نسكت على هذه النون ولا يصح الوقف عليها لأن المعنى عندها لم يكتمل.
يعني الوقف على وقيل من الوقف قبيح. لما؟ لأن المعنى ناقص. إذن إن وصلنا نسكت قليلا دون زمن التنفس هكذا: وقيل من راق، قطع للصوت قليل. السكتة الرابعة على اللام من قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. لما نقرأ هذه الآية نسكت قليلا على اللام. هذا كله على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أما على القراءات الأخرى كلها فليس ثمة سكت على هذه الكلمات الأربع. أنبه على أمر، وهو أن الكلمة، وأرجو أن تنتبهوا، الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. يعني عوجا آخرها تنوين النصب، لو وقفنا عليها ماذا نفعل؟ نعوض عن التنوين، عن تنوين النصب، بألف، لأن هذا مد عوض كما درسنا في بحث المدود، فنقول عوجا. هذا عند الوقف. كذلك عند السكت، فلما نسكت نعامل الكلمة المسكوت عليها معاملة الكلمة الموقوف عليها، فنقول: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. فإذا الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. هذا الذي قلته نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، التي ننبه من خلالها على هذا الأمر. نلاحظ على اللوحة التعليمية تنبيه: حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الكلمة الموقوف عليها، فالوقف على عوجا هو عوجا بمد العوض، والسكت على عوجا هو عوجا قيما لينذر بمد العوض كذلك. فلينتبه إلى هذا الأمر.